ماما قفشت بابا مع صاحبتي وطردتني انا وهو في الشارع. ومعانا واحدة بعتلنا مشكلتها على الصفحة، بتقول انا عايزة حل منكم، يعني يا ريت حد يساعدني. طبعا هي بتقول ان مامتها وباباها كانت علاقتهم كويسة جدا مع بعض، بس للأسف باباها عنده عيب كبير جدا، ابوها بسباص. طبعا باباها يمتلك شركة وهو اللي بيعين الموظفين عنده في الشركة طبعا، وهو اللي بيختارهم. فكان دايما باباها بينقي سكرتيرات معينين على مزاجه، عايز حد معين بمواصفات معينة عشان يحللوا الفرجة والكلام والهزار يعني والسهر والخروج. وكانت دايما ماما بتقفش بابا مع السكرتيرة بتاعته، لحد ما في مرة ماما اتخانقت مع بابا خناقة كبيرة جدا وقالت له امشي اطلع برا البيت، انا مش طايقة اشوفك وعايزة اتطلق منك. وبابا طبعا صالحها وقعد يقول لها اخر مرة وصدقيني نزوة وهتعدي. طب خلاص بقى بصي يعني الموظفة اللي هشغلها عندي المرة الجاية صدقيني ايه، يعني انت هتختاريها. فطبعا انا قعدت افكر انا وماما يعني مين يشتغل عند بابا علشان يبطل، يعني ان حد يكون مضمون ان الاشكال اللي بيجيبها عنده في الشغل كلها اشكال مش مظبوطه. طبعا انا ليا واحده صاحبتي مستواها المادي مش احسن حاجه، وكانت الفتره دي محتاجه الشغل، وكانت بتشتكي من انها محتاجه شغل ومحتاجه فلوس. فهي بحكم انها صاحبتي انا رشحتها لماما، قلت لها ايه رايك في فلانه، انا ضمناها وصاحبتي، تنقل لها اخبار بابا في الشغل وتعرفنا بابا بيعمل ايه، وكل حاجه تبقى تمام، ونبقى ضامنينها وعارفين يعني مين اللي مع بابا وبيعمل ايه. ماما طبعا قالت لي اه حلو جدا، صاحبتك دي كويسه واحنا عارفينها وممتازه، خلاص رشحيها لابوكي. فعلا رحت رشحتها لبابا وقلت له يا بابا انا في واحده صاحبتي يعني مادياتها مش كويسه، وهي الحقيقه بحاجه للوظيفه دي، فلو سمحت يا بابا لو تعمل فيا خدمه ومعروف وتشغلها في عندك في الشركه يا بابا، بجد البنت يعني هتبقى فرحانه جدا، وصدقني صدقني شاطره قوي وتتعلم بسرعه. وفعلا رحت عرضت على صاحبتي دي الشغلانه، وقلت لها انا جايبالك شغل في شركه بابا سكرتيره. طبعا لما سمعت كده فرحت جدا وقالت لي ربنا يخليكي ليا، ده جميل هشيلهولك على راسي العمر كله. وفعلا فعلا انا كنت محتاجة الشغل ده، وشكرا ان انت مهتمة ومش عارفة اعمل معاكي ايه، وكانت يعني طايرة من الفرح. فعلا راحت الشغل وقدمت على الشغل واتقبلت واستلمت الوظيفة وكل حاجة بقت تمام. وبقت من فترة للتانية بتكلمنا تحكي لنا عن بابا بيعمل ايه في الشغل، وبتحكي لنا بابا قد ايه الشغل تمام، ودايما تطمنا اذا كان في حد جه النهارده ولا لا، وبتحكي لنا ان الشركة كويسة، يعني بتنقل الاخبار اول باول لينا بطريقة لطيفة. طبعا عدت في الوظيفة دي، قعدت لمدة سنة مع بابا في الشغل طبعا. خلال الفترة دي بابا كان بيحتاجها معاه في سفريات، يحتاجها معاه في خروجات، رايح ميتنج، عنده مقابلة مع حد محتاجها معاه يعني عشان الورق، وهي اللي عارفة الإجراءات وعارفة تعمل ايه وعارفة الفايلات فين، فكان دايما بيحتاجها معاه في أي شغل، ما بيسيبهاش ما بتفرقهوش. واحنا كنا مطمنين ان هي دايما بتنقل لنا الاخبار اول باول وعارفين ان بابا كويس. عدت السنة وكل حاجة كانت ماشية. خلال الفترة دي طبعا انا بدأت الاحظ ان صاحبتي دي ابتدت تتغير، وكل ما اكلمها ما تدينيش معلومات بما فيه الكفاية، ودايما تخابس عليا وتحور عليا، واقول لها مثلا ايه اخبار الشغل النهارده، تقول لي خلاص بقى انت كل شويه تسالي، والله لو في حاجه هبقى اقول لك، ما كله تمام، ده ابوك يعني هيعمل ايه، ده راجل كبير في السن يعني هو هيعمل ايه مثلا، يعني هيبص لي مثلا، ما تلاقيش يا بنتي، ده اضمن من كده مش هتلاقي. وفضلت منيمانة خلال السنة دي، منيمانة يعني، ومش عارفين أي حاجة خالص ولا حاسين بحاجة. وفجأة لقينا بابا جاي في يوم من الأيام
مجمعني انا وماما وبيقول لنا انا عايز احكي لكم على حاجة حصلت ولازم كلنا نحل المصيبة ديت. قلنا له خير في ايه؟ قال انا اتجوزت عرفي من واحدة وحامل مني، ورحت اتكلمت معاها اكتر من مرة عشان تسقط اللي في بطنها وهي رفضت، وعملت معاها كل المحاولات اللي ترضيها وعرضت عليها فلوس قد كده وهي رفضت. قالت لي انا مش هسقط اللي في بطني ده ابدا، ده حقي وانا مش عامله حاجه حرام، انا متجوزاك عرفي واللي في بطني ده ابنك وليه فيك زي ما عيالك ومراتك ليهم فيك. طبعا انا ماما سمعت الكلام ده بقت مصدومه مذهوله، قالت له ايه القرف اللي انت بتقوله دوت؟ مين ديت؟ قال لها صاحبه بنتك اللي جابتها عندي في الشركه. طبعا ماما اتخانقت معايا واتخانقت مع بابا واتفضحنا في البيت، وكانت خناقه ما يعلم بيها الا ربنا. وصلت ان ماما شتمتني وهزقتني، قالت لي امشي اطلعي بره بمجايبك اللي زي الزفت، وانت تلاقي كنتي عارفه ومخبيه عليا. وانا احلف لها بايمانات الله يا ماما انا ما اعرفش هي اتجوزته امتى، والله ما حد قال لي، وبابا مأكد لها نفس الكلام ان ما حدش فيكم كان يعرف، انا بس الوحيد اللي عملت الموضوع دوت، ما كنتش قايل لحد، واحنا الاتنين ما كناش مبينين غير لما حملت. دلوقتي اضطريت ان انا اقول لكم لان منظرنا هيبقى زفت قدام العيله. طبعا انا خدت بعضي ورحت على صاحبتي ديت واتخانقت معاها خناقه كبيره جدا، وقلت لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو ده الجميل اللي انت شلتهولي على راسك؟ دي جزاتي تتجوزي ابويا؟ يعني انت كمان مش مراعيه ربنا في نفسك، ومش مراعيه ربنا في الضمير، وجالك قلب تعملي كده في البنت اللي وقفت في ظهرك هي وامها؟ ما لقيتيش غير بابا تتجوزيه وسط كل الرجاله دي؟ هو ده اللي انت نشنتي عليه؟ انت فعلا انسانه حقيره ومش كويسه، انت فعلا كنت طمعانه وبصه لفلوسه وعايزه تتجوزيه وخلاص، وكمان ما صدقت انك حملتي منه ومسكتي قوي. طبعا وانا الفترة ديت خلال السنة دي انا حملت، وانا كمان كنت حامل في الشهر الخامس، وسكرتيرة بابا اللي كانت حامل ديت كانت حامل في الشهر الثالث، وانا بتخانق معاها وصوتنا عالي مع بعض، وقعدت تقول لي انتي ما تتكلميش معايا بالطريقة دي، انا ما عملتش حاجة حرام، انا مراته وعندي وحامل في بطني بيبي زيك بالظبط، وهيبقى اخوكي في يوم من الايام وهيورث معاكم، وانا مش هتنازل عن حقي. دي الحاجه الوحيده اللي هتظبط، يعني الحاجه الوحيده اللي هتضمن لي حقي من ابوكي هو اللي في بطني ده، وانسي ان انا اتنازل عنه. طبعا وانا بسمع الكلام دوت واتخانق معاها بطني ابتدت توجعني، وابتديت احس ان انا ههبط وهدوخ، انا حامل وتعبانه وماليش حمل للخناقات دي. خدت بعضي وسبت لها المكان اللي هي فيه ورجعت البيت لبابا وماما، ولقيتهم لسه بيتخانقوا، وماما قاعدة في اوضتها وحابسة نفسها وعياط وصريخ، وبابا خد بعضه ومشي من البيت، وكانت ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا. طبعا أنا في مرة من المرات او في يوم من الايام يعني سمعت بابا وماما الاتنين كانوا بيتفقوا ان هم يسقطوها. ماما قالت لبابا يا انا يا الست دي في حياتك وتسقطها، يا اما كده يا اما انا هطلب الطلاق وهتطلقني وماليش قاعده معاك في البيت تاني. طبعا بابا عايز فعلا يسقط الست دي وعايز يطلقها وعايز يخلص منها ومش عارف يعمل ايه، وماما قايلاله يا تسقطها وتطلقها يا اما انا ماليش عيشه معاك. بابا عايز ينفذ لها رغبتها. الاتنين طبعا سمعتهم بيتكلموا بيتفقوا على ان هما هيشوفوا طريقه ان هما يسقطوا بيها البيبي اللي في بطنها. طبعا انا كمان حامل. انا لما سمعت كده قد ايه جسمي يعني اترعش في اللحظه دي، وحسيت بقشعريره، ولما تخيلت الثواني ان انا ممكن افقد الجنين اللي في بطني بعد الاشتياق والحب ده كله ليه، فقلبي وجعني عليها لمدة ثواني. هي قلة الادب، هي حقيرة انها خانتني وخدعتني وضربتني في ظهري واتجوزت بابا وحملت منه، بس فعلا فكرة ان انا حاسة ان في بيبي في بطنها وان هو هيسقط منها
وهتفقده قد ايه دي اثرت فيا، عشان انا كمان حاسه بنفس الاحساس دوت. فانا لما سمعت كده مش عارفه اعمل ايه، اروح انبهها واقول لها انتبهي، هيحاولوا يعني يأجروا ناس ممكن يضربوكي او يعملوا اي حاجه فيك عشان تسقطي او يجبروكي على السقوط دوت. انبهها ولا اسكت واخلي ده اللي يحصل، في حين ان العيله فعلا منظرنا هيبقى وحش جدا قدام العيله لو عرفوا انها بابا متجوز عيله صغيره وحامل منه، وكمان شكله في الشغل هيتهز ومنظره قدام موظفين وهيبقى وحش جدا. فاعمل ايه؟ اسكت ولا اروح انصحها؟ انا في حيرة. طبعا دي هي المشكلة اللي هي كانت بعتها لنا على الصفحة. وطبعا اولا مش من حقك ولا من حق باباكي ولا مامتك ان هم يسقطوها بالاجبار. هي فعلا كانت متجوزة عرفي، واللي في بطنها دوت ابنه، ودوت هي لو اصلا في اسوأ الامور راحت المحكمة وعملت واثبتت ان هي كانت متجوزاه، اللي في بطنها دوت هيتنسب ليه فعلا، وهو ملزم بيه بعد الولادة وملزم بمصاريفها ومصاريفهم بعد الولادة. يعني هي فعلا ما عملتش حاجة حرام. كون بقى ان هي وابوكي اتجوزوا واتفقوا على الجواز، دي بقى مشكلة تانية خالص. ابوك اللي ما عندوش ضمير، وصاحبتك اللي ما عندهاش ضمير اكتر. صاحبتك اللي ضربتك في ظهرك وما عرفتش قيمة اللي انت عملتيه، وسابت الدنيا دي كلها فعلا واخدت ابوكي، حركة منها قذرة جدا وسيئة جدا. وابوكي غلطان، ما ابوكي هو اللي راح يتجوزها، هي ما عملتش حاجة، هي اتجوزته، واللي في بطنها ده ابنه فعلا. هتسقطوه تنكروا ايه يعني؟ انتوا لو اصلا فكرتوا ان انتوا تسقطوا اللي في بطنها، انتوا بترتكبوا ذنب عظيم. انتوا بتجهدوا روح انسان. انت بتقولي حامل في الشهر الثالث، يعني الروح دبت فيه خلاص، مش من حقك تقتليه ولا من حقك تنزليه، مش من حق حد. وطبعا انت كمان حامل، يعني ممكن ربنا يضرك في حملك دوت. هي ما عملتش حاجة، هي اتجوزته. هم الاتنين غلطانين، بس عدي على ابوكي هو اللي عمل كده، ودي للأسف نتيجة افعاله. فكل اللي قدامك ان انتوا خلاص يعني تسيبوها كده، مالكمش دعوة بيها، واللي في بطنها ده فعلا ابنه ويعتبر اخوكي، وليه في حق الورث وليه في حق كل حاجة زي ما انت ليكي بالظبط. فمش من حقكم تعملوا حاجة. انت كده هتقطعي علاقتك معاها طبعا العمر كله، واكيد مش هتبقي طايقاها ولا امك كمان. بس اللي في بطنها ده ابنه ولازم يعترف بيه، مش من حق اي حد يجهضه. ده حتى لو هي وافقت ان هي تنزل اللي في بطنها، حرام، مش حلال، ما ينفعش. مش ما حدش ليه ابدا سلطة انه يقتل روح ربنا خلقها، فما بالك انسان في بطن انسان؟ مش هينفع طبعا. ف انتوا بس خلاص يعني ده اللي حصل، ودي غلطة ابوكي، ودي غلطة تصرفاتك، وانتي طبعا غلطانة. مش هقولك غلطانة، مين فينا ما بيأمنش لحد؟ مين فينا ما اتخدعش في يوم من الايام من صديق، من اخ، من قريب؟ كلنا حصلتنا دي في حياتنا. كلنا ياما شفنا الصدمات بتيجي من اقرب الناس لينا. ده درس نتعلمه، ان فعلا الصدمة ما تاخدهاش غير من اقرب حد ليك، من اكتر انسان انت اديته ايدك وساعدته في يوم من الايام. ده اكتر انسان ممكن يديك الطعنة في ظهرك من ورا. أسوأ شيء الناس اللي زي دول بيبقوا يعني للأسف شخصيات قذرة جدا. بيبقوا خاينين في حياتهم، خاينين مع جوازتهم، خاينين في العيلة، خاينين مع صحابهم. يعني واحدة عملت كده، دي توقعي منها الخيانة في أي حاجة، مقرفة تقرف. بس للأسف اللي في بطنها ده أبوه فعلا، ما مش هتنكر كده، محدش هينكر كده. فربنا يعينكم على اللي انتوا فيه. لا طبعا ما تطوعهمش في موضوع التسقيط دوت. حاولي تكلمي مع باباكي ومامتك ان ده حرام، واقنعيهم وكلمي معاهم فعلا بالشرع والدين ان ده فعلا حرام، وربنا ممكن يعودوا عليهم بحاجة وحشة في حياتهم. وشوفي حد، لو تعرفي تدخلي حد كبير برضو،
وده كان رأيي الشخصي. انا برضو هستنى منكم الرد في التعليقات، يمكن تنصحوها بنصيحة احسن مني وهي هتقرا التعليقات. وانتوا لو عندكم مشكلة ابعتوها لنا، وانا اشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة. في امان الله.